طيب انا اول حاجه بقى النهارده اتكلم معاكم عن سيت كوم صاحب اسوأ نهايه في التاريخ. بس يلا بعد الانترو. هاو اي ميت يور ماذر سيت كوم بدأ 2005 بعد نهايه فريندز على طول. بدأ بشويه ابطال اغلبهم معروف نسبيا من حاجات كانوا طالعين فيها دور تاني يا اما كانوا تشايلد اكترز. الكلام ده السيت كوم ده مفيش اي حاجه جديده، مع انه كان بدأ في ايرا كان بدأ فيها شويه اللاف تراك اللي هو صوت الضحك اللي ورا ده. كان بدأوا يشوفوا افكار ازاي يتجنبوه. بس هاو اي ميت يور ماذر دخل بيعمل كل حاجة تراديشنال زي ما هي بالظبط، وده مش عيب على الألف. الأول المسلسل معمول من 9 سيزون، لو هنقسمهم مثلا أول 4 وأول 5، الغباء ده هنقسمهم أول 4 والخمسة اللي بعدهم، أو مش فاكر أول 5 وبعد كده 4 اللي بعدهم. فأنت عندك حاجة لايت، حاجة خفيفة، حاجة ما تفرقش عن ساينفيلد، ما تفرقش عن فريندز، ما تفرقش عن أي مسلسل كوميدي كان معمول ساعتها عن مجموعة صحاب بيتقابلوا كل يوم في مكان ويقعدوا يتكلموا مين بيحب مين ومين عايزة تعمل ايه والكلام ده كله. كل ده الموضوع كله عن تيد عايز يقابل زوان، عايز، هو بالنسبة له النجاح، هو بالنسبة له حلم حياته اللي نفسه يحققه. انا عايز اقابل واحدة واحبها واتجوز واخلف بس. وتيد بيعتقد انه قابل الواحدة دي غالبا حلقة او حلقة لا. بس كانت ذا بيج ويل، الصدمة الأكبر كانت في أول حلقة خالص لما يقابل روبن، واللي هي بتكمل معانا في الكاست وبتخش في جروب الفريندز بتاعنا. ودي ليها حكاية طويلة قوي، بس انا مش عايز احكي عشان الشو حلو جدا. ويعني لو حد ما شافوش، حد شاف فريندز وعجبه وعايز يشوف حاجة شبهه، فدي اقرب حاجة تقدر تشوفها هتديك نفس الفايبس. فانت عندك نص اول مفهوش صدمات، مفهوش هارت بريك، مفهوش داركنس، ما بيناقش مواضيع، ما بيناقش حاجة تقدر تعمل لك سكار من الآخر. نيجي بقى للنص التاني. طيب احنا القصة كلها بتتحكي لنا من عينين تيد، تمام؟ هو النيجاتيف بتاعنا، هو الراوي بتاعنا. النص التاني بيبقى بعد 5 سنين من حياة الأشخاص دي، وبنشوف ازاي حياتهم تطورت أكتر. في اللي اتجوزوا وخلفوا، في اللي ابتدى يعقل نوعا ما، وبنشوف كل ده من رياكشن تيد اللي هو من أول حلقة لغاية نص المسلسل لسه واقف في مكانه، لسه بيدور على دوان، لسه موهوم ان دي ممكن يبقى حد قابلها اوريدي. وهنا بتيجي الصدمة، هنا بيجي الداركنس اللي احنا بنتعامل معاها. اول حاجة الشو بيكبر معاك. الشو بيبدأ يناقش برضه وسط الكوميديا وسط الضحك وسط الكلام ده كله، بس بيناقش مواضيع جادة أكتر بكتير. بنشوف أبو شخصية بتموت، وازاي ده بيمباكت، وازاي ده بيمباكت كل حاجة حواليه، ازاي ده بيأثر على تعامل حتى أصحابه معاه. بنشوف نظرة تيد اللي هو شايف ان الهدف من الحياة، ان ده اللي هيخليه فولفيلد، ده اللي هيخليه يحقق كل احلامه، ان هو يتجوز يخلف. بنشوف نظرته والفرحة اللي في عينيه لما اكتر 2 صحابه يتجوزوا ويخلفوا. بنشوف قد ايه هو فرحان لهم، بس قد ايه هو متضايق ومخنوق ومكسور، ان هو حاسس ان الدنيا بتمشي وهو واقف حواليه. هو بيحسدهم في نفس الوقت، مش عايز يحسدهم في نفس الوقت، بيحبهم في نفس الوقت، متضايق جدا بس فرحان لهم. فالموضوع بيكبر الموضوع بيكبر مرة واحدة، وبنبدأ نناقش مواضيع أنضج بكتير قوي. الشو من عيون الكريتكس بتاعته هو بيقدم لك 3 نماذج للرجالة ونموذجين للستات. النموذج الأول اللي أنا اتكلمت عليه كتير جدا تيد، هو كل اللي نفسه فيه، أنا اوريدي شغال شغلانة حلوة ومرتب معقول، انا مش عايز حاجه غير ان انا اتجوز واخلف، يعني لو مت بكره هبقى تمام. بنروح للكاركتر التاني اللي هو مارشال. مارشال من اول ايام الجامعه بتاعته قابل بنت، حبوا بعض، اللي هي ليلي واللي هنجيلها برضه قدام. قابل بنت، حبوا بعض، والدنيا مشيت معاهم حلوة جدا، واتخطبوا واتجوزوا وخلفوا وتمام. مارشال حلمه ان هو، انا عايز افولفيل ماي كارير. مارشال المفروض محامي، نفسه يبقى environmental lawyer، بس اشتغل في كوربريت لو عشان محتاج فلوس، عشان
ده اللي هيجيب له فلوس. وانا خريج هو انجليزي، لو حد يعرف حاجه في الكوربريت يقول لي برضه. فصل اعلاني معايا. وبعديها بنقابل بارني، اكتر شخصيه سوداويه واكتر شخصيه محطمه واكتر شخصيه عليها جدل من الفانز بتوع المسلسل، واللي هو بارني ستينسون اللي بيقدمه نيل باتريك هاريس. اولا نيل باتريك هاريس ممثل عظيم عبقري، بس مش ولا اي حاجه عنه تاني. بالنسبه لبارني بقى، بارني شخصيه عنده طفولة سوداوية، حياته وهو صغير كانت مدمرة، ولغاية في أواخر المراهقة برضه كانت حياة سوداوية لغاية ايفنت معين، وبيبقى بارني ستينسون. تمام. بارني ستينسون ده اللي بيقدم النوع التالت اللي الكتاب شايفينه. بارني شخصية الفلوس بالنسبة لها ولا حاجة، غني جدا، بيشتغل شغلانة سهلة جدا ان هو يمشي في نص اليوم ولا هتفرق بالنسبة لهم، والدنيا ماشية معاه تمام. بارني مش هو شايف ان هي دي الحياة، كل يوم مع واحدة وخلاص كده، مش عايز اي حاجة تاني. وطبعا اغلبية الكوميديا بتاعت الشو معتمدة على بارني اعتماد تام. تمام. نروح بقى للبنتين اللي معانا، عندنا ليلي وعندنا روبن، واللي هما النقيض تماما. ليلي زي ما قلت قابلت ماتش في اول ايام الجامعه ووقعوا في حب بعض وفضلوا مكملين مع بعض. ليلي كانت طموحها انها تبقى ارتست وتبقى بينتج والكلام ده كله، وتبقى كارير وتبقى ناجحه، بس حبت مارشال واشتغلت مدرسه في حضانه من الاخر، وفضلوا مع بعض. مارشال كمل في الكارير بتاعه، هي كملت، بس طول المسلسل بتتكلم كان عندها احلام كتير قوي هي ضحت بيها عشان تكمل معاه. هو ما طلبش منها تضحي بيها، هي اللي اختارت ده بكامل ارادتها. وحتى في المسلسل لما بتروح تبرسول الاحلام دي، بتتاكد مش ده هي اللي عايزاه، هي كل اللي عايزاه ان هي تبقى مع مارشال. انا كنت ماما روبن بقى، وروبن هي مفتاح احداث المسلسل ده كله. اول حاجه روبن بتقوم بيها كوبي سمولدرز اللي هي مراهل في ام سي يو. تمام. بس روبن دي البنت اللي تيد بيقابلها في اول حلقه خالص، وبيعتقد ان هي شيز ذا وان، وبتخش الجنج بتاعتهم. تمام. روبن كل اللي في دماغها، انا عايزه الكارير بتاعي اولا ثم الطوفان، انا عايزه ابقى انجح ريبورتر، انجح مذيعه موجوده، ايا كان بقى هضحي بايه. انا بحب حد ومرتبطين وبتاع، بس ده هيمنعني اني اسافر اشتغل في اليابان سنتين، تقوم سايباه وهكذا. تمام. ليه بقى روبن اكتر شخصيه انترستنج؟ عشان في نص المسلسل بيبدا يتقدم لنا لاف ترينجل ما بين بارني اللي هو بيقدم لك قد ايه هو مستحيل يحب حد ومستحيل يتعلق بحد وبتاع، فبيبدا يتعلق بروبن اللي اوريدي تيد من اول حلقه كان معجب بيها وحبها. وده بيبقى الاسنس بتاعت الشو ده. بنشوف او ال- بنناقش سيمز كبيرة قوي، سيمز الموضوع اكبر من سيت كوم تلت ساعة. يعني الحاجة دي لو اتعملت في اي مسلسل على نتفليكس، يعني المواضيع اللي بتتناقش دي لو اتعملت في اي مسلسل على نتفليكس وجو التمن حلقات والكلام ده، هيكسر الدنيا دلوقتي، هيكسر الدنيا دلوقتي. فاحنا بنناقش مواضيع كتير قوي: الحب، الصداقة، الخيانة، التضحية. ايه هو الحب اصلا؟ وايه هو الحب ده اكتر سؤال بيبقى صعب اجابته قوي، على الاقل بالنسبة للجبن. هل ده الحب ولا هل ده الحب؟ طب ده حب وادفنتشر، ده حب وامان، انا اختار ايه؟ ده من اصعب ال السيمز اللي انا شفتها في سيت كوم، من اجرأ الشيمز، من اجرأ السيمز اللي انا شفتها في سيت كوم. ان احنا الموضوع بيكبر معانا، احنا بنتناقش مش حاجة لايت تلت ساعة تشوفها وانت بتاكل ولا بتلبس وبتاع وخلاص. وده اللي مخلي المسلسل ده سبيشال. احنا عندنا مثلا 3 انواع للسيت كومز: الحاجة السوبر لايت الخفيفة اللي ما فيهاش اي قصة، ممكن كل فين وفين نناقش قضية، وبيبقى مناقشة سطحية جدا وبتاع، بس
انا ببيع لك wholesomeness، انا ببيع لك مشاعر، انا عايزك تفيل ويلكم، تفيل سبورتد. وده مثلا حاجه زي فريندز. عندك حاجه، انا هعمل حاجه مخالفه لكل الاداب والمنطق وبتاع، بس هقدم لك كروت كوميدي، هقدم لك كوميديا اجرأ بكتير، وبرضه 90% مش هناقش اي حاجه. زي ثانية زي وكهوليكس اللي أنا كنت لسه منزل عليها حلقه شافها 10 باين. يعني لو بص عليها، زمان الحاجة دي محدش هيشوفها برضه. وعندك الحاجة المسلسل الجد اللي هو ده دلوقتي بقى رائج، زي بيري، زي ذا بيرج، زي اتلانتا. انا حاجة جد جدا، بس ممكن البطل بتاعنا يبتسم في الاخر فهترشح في الايميز ان هو كوميدي، ان هو كوميدي ولا ايه. وانا ضد الموضوع ده تماما وبكره الموضوع ده. بس هاو اي ميت يور ماذر خد احسن حاجة في كل العوالم دي. عايز هزل وعايز كوميديا بيور، وعايز حاجات كرود، حاجات واقعة نوعا ما، برضه مش زي ساني، مش زي ووركهوليكس، هديلك في باجني. عايز هنناقش سيمز جد، هنناقش سيمز واقعية، حاجات هتقابلها في حياتك اليومية أكتر بكتير. هديلك في دايناميك الشخصيات كلها، علاقات الشخصيات مع بعض، ازاي الحب ممكن يدمر اتنين اصدقاء، ازاي ان واحد مش عارف يموف اون فيقرر انا هسيب البلد باللي فيها مش عايز منكم حاجه. عايز حاجه كوميديا لايت خفيفه، قشطه، هو ده اصلا المسلسل، ده البيج ثيم بتاعنا. وطبعا الكلام اللي قلته ده كله لو واحد مشافش المسلسل هيبقى عايز يشوفه. اولا زي ما قلت في الاول، اوسخ نهايه في التاريخ. بس في النهايه الالترناتيف اللي هي هتلاقي على اليوتيوب بتاعت الدي في ديز دي احسن بكتير. ويعني حسب الله ونعم الوكيل في آخر حاجة. وبس كده، كان معاكم علي الحجيجي، وسلام.